تحياتي للجميع. أتلتيكو مدريد اتعاقد مع 3 لعيبة، هم جوني كاردوزو لاعب ريال بيتيس، وأليكس باينا نجم فياريال، وماتيو روجيري لاعب أتلانتا. ال3 صفقات تقريبا بقيمة 95 مليون يورو. أنا صراحة معجب جدا بال3 صفقات، اتعمل فيهم مجهود كويس جدا، 3 لعيبة حلوين قوي. اولا كاردوزو صفقة ممتازة جدا لعلاج خرم في نص ملعب اتلتيكو مدريد، اسمه اللاعب المحور اللي بيدافع اللي بيقطع الكرة وبيباصي كويس بشكل نظيف. من ساعة ما مشي توماس بارتي ورودري، بعد ما شفناش منطق في نص ملعب اتلتيكو مدريد سيء، فدي صفقة ممتازة جدا. جوني كاردوزو انا مقتنع ان جوني كاردوزو هيبقى من اللعيبة اللي الناس هتتبسط بكورتها السنة الجاية، فدي صفقة ما اقدرش انكر ان هي صفقة ممتازة للغاية. أليكس باينا طبعا من أحلى الصفقات اللي عملها أتلتيكو مدريد من فترة طويلة، يعني زيها زي صفقة جون ألفاريز، صفقة ستزيد جودة كرة القدم الهجومية لأتلتيكو مدريد بشكل مرعب. صانع لعب، بجناح شمال، بلاعب فري، بيعمل كل حاجة. هو جون ألفاريز فعلا هيتعبوا دفاع أي فرقة في العالم. احنا مشكلتنا ازاي الكرة توصل لهم أصلا. يعني أليكس باينا وجوني ألفاريز ثنائية ممتازة جدا مع مهاجم قدام، مهاجم محطة، وسولوس وجريزمان يبقوا دكه. اتلتيكو مدريد هيبقى فعلا هجوميا ممتاز جدا، ودي نقطه انا مقتنع بيها تماما. روجيري صفقه ممتازه ليه؟ اولا صغير 22 سنه، بيلعب باك شمال وبيلعب مدافع، يقدر يلعب في طريقه ال3 كتشربها من اتلانتا، ويقدر يلعب مدافع ويقدر يلعب باك شمال. ال3 مراكز اتلتيكو مدريد عنده عجز كامل فيهم، فروجيري صفقة ممتازة جدا لأتلتيكو مدريد. فال3 صفقات شابوه 100%. السؤال الآن، وده اللي أنا خايف منه وده اللي قلقني، سيميوني أكيد هيلعبوا، ما جودتهم فرق عن الكل الموجودين وكده. الصفقات الجاية بقى شكلها إيه؟ يعني أتلتيكو مدريد إيه اللي في دماغه؟ معلش أنت مش عايزك ما تجيبليش روميرو. أنت روميرو تدفع فيه 65 مليون ليه يا بابا؟ هات هناك مثلا، وصغير وهيبقى سعره اقل منه، هيبقى ده 23 سنه ده 27 سنه. ما تدخلناش في حاره سد، مش كل سوق انتقالات نبقى لينا خازوق. تعمل 3 4 صفقات كويسه وتجيلك صفقه ولا صفقتين يدمروا لك الشغل ويدخلوك الموسم الجاي اللي مجهزه للميركاتو. كمل بقى عشان خاطر نحاول نقاوم ريال وبرشلونه، جودتهم مرعبه. انت يا دوبك ما تفرحش باللي عندك، انت يا دوبك تحاول تقاومهم. وخلي بالك طالما مشكله ريال مدريد وبرشلونه هما اللي بيجبروا اتلتيكو مدريد تدخل سوق الانتقالات وتجيب صفقات قويه، لان انت مش هيبقى ليك مكان اصلا. يعني دي ميزه التنافسيه، انك انت بتنافس مع فرق تقيله في الدوري، لازم تجيب تتقل عشان تقدر توصل لهذا المستوى. فانا ال3 صفقات معجب بيهم، مقتنع بيهم بشكل كويس. خوفي ورعبي كالعاده من سيميوني، ما اقدرش افيد، ما اقدرش اقول مثلا ايه اللي هيحصل، لكن هي كصفقات هي صفقات جيده جدا.